السلام عليكم، وأهلا بكم في هذا الدرس الجديد في مادة علوم الحياة والأرض. اليوم إن شاء الله غادي نتعلموا أهم المهارات المنهجية اللي كيساعدونا نتعاملوا مع الوثائق بشكل علمي، لأن في الامتحان الوطني تقريبا واحد 60% حتى 70% هي عبارة عن وثائق، وبالتالي إلا ما قدرناش نتعاملوا مع دوك الوثائق ما غاديش نقدروا نخدموا مادة علوم الحياة والأرض بشكل صحيح. ومن هاد المهارات ديال علوم الحياة والأرض كنلقاو الوصف، المقارنة، اقتراح الفرضية، التفسير، الاستنتاج والخلاصة. المهارة الأولى اللي هي الوصف. الوصف بشكل بسيط هو ذكر ما نلاحظه في الوثيقة بلا تفسير، يعني فقط داكشي اللي كنلاحظو وكنشوفو في الوثيقة ديالنا، وكنستعملو مصطلحات دي موكلي بحال دابخي، جو مارك، جوبسيرف، كنقولو اوغمونتي ولا ديميني على حساب إلا كنا كنهضرو على لاكور، ولا ريستو ستابل. غنديرو واحد ليكزومبل بسيط بالنسبة لهاد المثال هذا. نشوفو بيه لا ديسكريبسيون، دونك ديكرير اون كورب. أول حاجة كنشوفو الدوكيمون هو لو تيتر، دونك أول حاجة خصني نوطيها هو لو تيتر. هداك الدوكيمون ريبريزونت كوا؟ باغ اكزومبل في هاد المثال هذا لا كورب، هاد لا كورب هذا représente quoi? Représente le nombre d'individus observés en fonction de quoi? En fonction du temps. D'accord? أنا بديت بلو تيتر، من بعد شنو غندير؟ غنقسم لا كورب ديالي دي تاش بحال هكا، وغنبدا نستعمل augmenter, diminuer, reste stable ou baisse les valeurs. دونك غنجيو لهذا، هاد l'exemple هذا. Chaque point de la courbe ci-dessous représente le nombre d'oiseaux de l'espèce ou de l'espèce observé pendant une année. ولا tout simplement كما قلنا قبيلة غندير la courbe représente le nombre d'individus observés en fonction du temps. De l'entre parenthèses les années. On observe, ou là j'observe, 3 portions différentes. يعني 3 ديال les étapes مختلفين. D'accord? هما la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. Entre, ودابا كنبدا نديطاي l'observation, juste l'observation, غير داكشي اللي كنشوف. Entre 2004 et 2005, le nombre, entre 2004 et 2005, j'observe quoi? Que la courbe reste stable. D'accord? Donc, entre 2004 et 2005, le mot-clé اللي مهم عندي هو هنا هو reste stable avec 3 individus. Entre 2005 et 2006, 2005 et 2006, عندي اش؟ donc augmentation ou la diminution? La diminution, donc diminue à 2 individus. Donc la valeur كتبقى 3 vers 2. Entre 2006 et 2011, la dernière étape هي من هنا لهنا، شنو كنلاحظ عندي؟ augmentation. Donc entre 2006 et 2011, le nombre d'individus observés augmente jusqu'à 9. وإذا كخلاصة بالنسبة للوصف، la description، أول حاجة خصني نوطي لو تيتر. ثاني حاجة خصني نقسم لا كورب ديالي، وغنستعمل دي موكلي بحال ريست ستابل، diminution, augmentation, etc. دونك تو سامبلومون لوبسيرفاسيون هو داكشي اللي كنشوف في الدوكيمون ديالي. كيف ما كان هاد الدوكيمون هذا كنحاول ما امكن اني منعطيش ليكسبليكاسيون، غير فقط ندير لوبسيرفاسيون ديال اش ديال هداك الدوكيمون. بالنسبة للمهارة الثانية اللي هي مهارة المقارنة، لا كومباريزون. دونك المقارنة شيء سهل كذلك، فقط كنحاول نقارن ما بين جوج ديال الحوايج، نشوف النقاط المشتركة ونقاط الاختلاف اللي كيكون ما بيناتهم.
Donc tout simplement, c'est présenter les points communs et les différences entre plusieurs éléments. tout simplement. وكنستعمل مصطلحات مثلا plus, moins, autant que, supérieur ou inférieur. واضح؟ دابا غادي نشوف واحد المثال للمقارنة باش نفهمو أكثر. بالنسبة للمقارنة كما قلنا سهلة جدا، فقط كنحاول نقارن ما بين جوج ديال الحوايج. Pour comparer des éléments ayant valeur numérique, إلا كانوا فيها دي valeurs numériques كنستعمل par exemple إلا كانوا les valeurs sont identiques بحال كنستعمل autant que, semblable à, même valeur que. وإلا كانوا كبار كنقولو plus que ولا supérieur à. إلا كانوا قل كذلك كنقولو moins que ولا inférieur à. بالنسبة la comparaison sans valeur numérique, des éléments sans valeur numérique. Donc tout simplement باش نقارنو كندير comme, semblable à, la même. Pour marquer l'opposition كنقول alors que, tandis que, à la différence de. tout simplement. هنا أمثلة. هنا عندنا les marqueurs de comparaison, donc les mots-clés de la comparaison elle-même inférieure à. وعندنا هنا plus que. وعندنا le même بحال tandis que. Donc tout simplement هادو هما المصطلحات اللي كنستعمل في la comparaison. ندوزو لمهارة أخرى إن شاء الله.